السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم هي معسلة خير من زلابية، تجي بنينة بزاف، خفيفة وطرية وتذوب في الفم بشوية سميد وشوية كاوكاو نتوما درتوها، تقدروا ديروا بها مشروع مربح في رمضان، ووصفة مليحة مع السهرة تاع رمضان. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفة على بركة الله. هنا حطيت 3 كيسان دقيق مشكارة، وحطيت 2 كيسان فرينه، مغرفه صغيره ملح مع بعضاهم. بعد حطيت كاس زبده دايبه تكون بارده ونص زيت. من بعد نبسسها كيما هكا باليد بالشكل هذا، تبسوها. بعد حطيت وحده خميره الحلويات، ونزيد نحط نص كاس كاوكاو مرحي. الكاوكاو قبل ما نرحيه نكون قليته، ولازم يكون مرحي مليح كيما هكا يكون رقيق. من بعد تخلطوها مليح بيديكم بالشكل هذا كيما هكا، تخلطوها مليح. ومن بعد نبلها بالماء سخون. الماء ما يكونش سخون خلاص وما يكونش دافي، يعني تكون سخون شويه برك كيما هكا. نديرلها كيما هكا حتى تولي عجينه، كل مره نصب شويه ماء سخون حتى تولي عجينه. كما قلت لكم كل مره نصب الماء ونبل كيما هكا حتى تولي عجينه طريه. شوفوا زيما يبدا يستلم. شوف بعد ما ولات عجينه طريه حطيتها في ساشي كيما هكا، ودرك نخليها تركح مده 20 دقيقه. هنا حندير الحشو. حطيت كاس كاوكاو يكون مرحي متوسط، حطيت مغرف كبيره سكر ومغرف صغيره زبده، ومن بعد نخلطهم مليح مع بعضاهم كيما هك. حطيت شويه ما زهر، ديرولها بيديكم كيما هكا، خلطوها مليح. بعد ما تولي عجينه نشكلوها بالشكل هذا، ديرولها كيما هكا بالشكل هذا. هنا العجينه بعد ما خليتها 20 دقيقه جبدتها، تلقاوها شويه يابسه، تولي تبخوها بشويه ماء وديرولها كيما هكا. شوفوا زي ما جات كيما هكا تكون طريه. هنا جبت النيلو تاع البوراك حطيته هو الاول، ومن بعد حطيت العجينه وزدت حطيت الثاني من الفوق فوق العجينه، ومن بعد نحلها بالقنوط كيما هكا. ومن بعد نطبعوها بالطابع هذا كيما هكا. بعد ما كملتهم نحي الزوائد كيما هكا. بعد تحلوها بيديكم شويه كيما هكا. الحشو تقفلوها بالشكل هذا كيما هكا. بعد تقفلوها كيما هكا بالماء، تحطوا الماء كيما هكا، بعد تقفلوها بالشكل هذا. تركزوا مليح باه من بعد الحشو ما يخرج لكمش كيما هكا. هذه حندير معكم الثانيه. قرصتها كيما هكا شويه برك ما كثرتش. من بعد نحط الحشو كيما هكا بالشكل هذا، ومن بعد نقفلها كيما هكا. تردوا صبعكم بالماء وتقفلوها كيما هكا كيما درتو الاولى كيما هكا. تقفلوها مليح باه الحشو ما يخرج. قرصت عجينه واحده اخرى من الكميه اللي قعدت الاولى، طبعتهم بالطابع هذا. الحجم تاعو قل من الاول هذا، شوفوا هذا. حليتها بالقنوط شويه كيما هكا، ندير لها بالشكل هذا كيما هكا كيما هكا. مره هذه ما درتش الحشو في وسطها.
هذا هو الشكل. ما حطيتش الحشو حسب خلص لي، درته بالشكل هذا. هاك شوف. ندير معكم الثانيه، حليتها كيما هكا، من بعد ندير له كيما هكا، ندير لها كيما هكا بالشكل هذا. كيما هاك. هنا جبت المقله حطيت فيها الزيت، خليت الزيت يغلي مليح ومن بعد نقصت عليها ومن بعد حطيتها باه طيب. هنا زدت حطيت الثانيين، الجهه اللي من التحت قلبتهم من الفوق كيما هكا، ما نخليوهاش تتحرق. اللون تاعها يكون ذهبي وهما سخونين. قطرتهم كالسحم من الزيت ومن بعد حطيتهم في العسل اللي يكون دافي، نخليهم 10 دقائق في العسل باه يشربوا العسل مليح. هذا هو الشكل النهائي. هذه اللي فيها الحشو، واللي منها هي اللي ما درتش الحشو فيها. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم، ودمتم في رعاية الله. ابقوا على خير.